السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حبيت نشارك معاكم وصفة ديسير رمضاني اللي هو الفلون باريزيان. ما فيش مكونات بزاف، ان شاء الله كامل راح تديروه ويعجبكم. نبدأ على بركة الله بالوصفة تاع العجينة اللي نحتاجو فيها رطل الفارينة، 300 غرام مارغرين. هنا خلط 10 غرام تاع الملح و25 غرام سكر، ونسحق نص بيضة باسكو في الكيلو تاع الفارينة نسحق بيضة كومبلي. هنا نحتاجو نص بيضة. نحتاج الماء باش نلم، وكالعادة المكونات كامل في صندوق الوصف، ضغطوا برك على العنوان تخرج لكم. نبدا في ريسيبيون ندير النواشف اللي هما الفرينه والسكر والملح، نخلطهم غير باليد، ومن بعد ندير المارغرين ونخلط غير بالاصابع حتى تترمل. من الافضل هذه العجينه كامل نخلطوها بالاصابع ماشي بالراحه تاع اليد، باسكو لو كان نعجنوها راح تتكمش لنا في الفور. هنا نزيد نص حبة تاع البيض وندخلها بيان في الخليط، ومن بعد نزيد الماء غير بالمغرف، ما راحش تحتاج بزاف الماء. اذا شفت بلي عجنتها بزاف نخليها ترتاح في الفريجيدار وقت اكثر. هنا خدات لي حوالي 3 مغارف تاع الماء، وكيما شفتوا لميتها برك ما عجنتهاش. هكا نغطيها بالبابي فيلم ونخليها تريح ساعة في الفريجيدار بيد ما نوجد لاكريم وتبرد. هنا نوجدو لاكريم باتيسير اللي استعملنا فيها ريتلة تاع الحليب، 4 بيضات كاملين، 200 غرام سكر، 200 غرام مايزينا، ولافاني من الافضل تكون ليكيد. نبدا نحط الحليب والسكر في كسرونة، نحطهم على نار يدفاو، ومن جهة في ريسيبيون ندير البيض والمايزينا ولافاني، ومن بعد نخلطهم مليح بالفوي ونسي ما نخليش لي غرومو. ورما تفاو الحليب والسكر نحي منهم كاس، ونزيدو على المايزينا والبيض هكا باش تذوب لي مليح المايزينا. ومن بعد نصفيها ونرجعها مع الحليب ونخليهم على النار حتى يثقالوا. وكيما شفتوا هذه هي لا تيكستور، ما راهي ثقيله بزاف ما خفيفه هكذا، ونغطيها باش ما تديليش لاكروت ونخليها. نعاود نولي العجينه بعد ما ارتاحت نحلها بالحلال، سواء على ساشي ولا طابي اذا عندكم. المهم السمك تاعها ابيبري كيما لي طارتولات. انا استعملت مول تاع 26 سنتيمتر، كفاني العجينه هذه مع 3 لي طارتولات صغار. نسقم بيها لاباط في المول. ديجا ننصح باش تستعملوا مول اللي سرتو مع لاباس تاعو جايين سيباري، باسكو يساعدونا باش نعرفوا اسكو لاباط طابت ولا لا. هنا نجيب لا كريم باتيسير اللي كانت بردت، ونحطها على لاباط ونليسيها بمغرف، ونحطها في الفور على 200 درجة من الفوق ومن التحت حتى تطيب لاباط. وكي نخرجها نزيد لها الناباج، انا هنا ما كانش متوفر عندي. وهكذا وصلنا لنهاية الوصفة لنا اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وجسبر تخلوا لي ارائكم في لي كومونتير. نتلاقاو بحول الله في وصفة قادمة. سلام.